مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات في مطبخي اللي كيما راكم تشوفوا فيها معجون تباسة اللي هو لاباس تاعو هو اسفرجل. هنا عندي حوالي 1 كيلوغرام من اسفرجل. يعني كيما راكم تشوفوا الحبات كبار. على هذه كيلو خدالي 3 حبات. هنا هاد الاسفرجل هذا نغسلو مليح بالماء ولافيت، يعني نقيوه بالطبع كيما تعرفوا. هنا كيما راكم تشوفوا هاد الجوائب هذا ماشي وسخ تاعو ولا، هذا حاجه طبيعيه في السفرجل كيما تعرفوا التمتم يحمر. نشدو حبيبات تاع السفرجل تاعنا نقيوهم عادي كيما نقيو البطاطا. يعني بالنسبه للناس ممكن كاينين ما يعرفوش، البنيتات الصغار ما يعرفوش كيفاش يبداوه. نقيوه عادي كيما نقيو بطاطا. كاين يقولوا يطيبوه بالقشور وهو ما يطيبش بقشوره، يعني بلا القشور يجينا عاقد، يا عساك نزيدوا له القشور ما نعرف كيفاش يولي لنا. المهم كيما قلت لكم نقيوه بطريقه عاديه، فقط لازم نكونوا موجدين القارص سفرجل يكحل تمتم يحمر لنا. على هذيك لازم نعاونوا روحنا بالقارص، نقيو ونحكو ونكونوا موجدين كيما راكم تشوفوا ريسيبيون اللي نحطوا فيه تاني الماء ب لي طرونش تاع القارص باش ما يكحلناش. انا نكمل نقي كامل الاسفرجل تاعي كيما راكم تشوفوا ونقطعو. لازم تاخدوا حذركم فقط في التقطع تاعو، خاطر واعر يجينا يابس. روحوا معاه غير بالعقل كيما راكم تشوفوا، ونقيوه من الداخل كيما راكم رايحين تصيبوا. آه يجي يابس بزاف العظم تاعو يابس. هنا فقط راني حنوريكم العظمه تاعو اللي معمره منجم تاع لابيكتين. هاد العظمه الصغيره هاديه اللي باش تشوفوا تحقروها هي معمره بلابيكتين. ما قلت لكم نقيوه نحيولو هاد لومبلاسمون هذا تاع العظام يجينا يابس بالبزاف. نحيوه بهذه الطريقه، من بعد نقسمو الحبيبات تاعنا كيما نحبو. انا هنا راني حندير منه معجون تباسه منه معجون زفرجل. انا هذيك قطعته براج، ما ننساوش نحكو. وانتم تقدروا تقطعوه دي كيوب ولا كيما تحبوا. نحكوه بالقارص دائما. وهاد الزريعه هادي بها انا حندير لكم معجون اسفرجل. في الوصفه القادمه نديرولها القارص تاني باش ما تكحلناش. نكمل كامل نقطع السفرجل تاعي نقيه ونقطعه ونديرو في كسكاس باش يفور. كما راكم تشوفوا لازم دائما القارص ما يخطيناش، وين نروحوا القارص معانا. بهذه الطريقه نغطيوه ببلاستيك غذائي ونديروه الفور حوالي 45 دقيقه ولا، ويكون السفرجل تاعنا واجد. كيفاش نعرفوه باللي راه طاب لنا؟ بكل بساطه نشدو مغرفه ولا موس ولا نقسموه. كي نصيبوه تقسم لنا فاسيلمون بكل سهوله بعدها وطب. نرحيوه باي طريقه عندكم بالاشواغ بغاميكسور باي حاجه عندكم نرحيوه. المهم تكون عندنا اون بيغي تاع سفرجل اللي ناخذ منها كيله. هاد لا بيغي هادي تاع سفرجل ولا ماكوش حين طيبوه دوقا تقدروا تخبيوها كيما راهي في كونجيلاتور. نهار كي تحبوا طيبوا تجبدوها وديروا السكر تاعكم كيما رانا نشوفوا كيله سفرجل مع كيله تاع السكر. يعني مهما كان سفرجل تاعكم ما تعرفوا سفرجل ماشي حلو، دونك ناخدو كيله سفرجل بيغي تاع سفرجل مع كيله تاع السكر اللي راح نخلطوهم. هنا بك بدلت جبت غرفه تاع الحطب ونقعدو نحركو فيهم ما نبعدوش عن النار. السفرجل مفشش بالبزاف ما لازمش نبعدو عليها. نحطوها فوق النار. قبل ما نشعلو النار لازم نكونوا وجدنا سنيوات تاعنا ولا ريسيبيون بلوتو لو مول تاعنا ولا رانا حين نديرو فيه السفرجل. نكونوا وجدنا بابي فيلم ولا بابي دو بور ولا اي حاجه باش نفرغو فيه مباشره. كما قلت لكم نقعد مع السفرجل تاعي ما نخطيش. نزيد له بك القليل من الليمون شويه قارص باش ما يكحليش ويجيني لا كولور تاعو شابه. ونروح معاه غير بالعقل على نار قويه. السفرجل يطيب على نار قويه هكذا باسكو هو طايب ديجا كيما شفتوا فورناه وطاب. دونك لازم غير يذوب لنا داك السكر ويعقد لنا. كيفاش نعرفوا بلي طاب؟ كيما هنا مازال ما طابش نزيدو في المرحله الثانيه. شوفوا كيفاش زاد غماق لا كولور تاعو وبدا شوف كي نجبدوه ينضم لنا في جهه واحده.
في هذه المرحله ما عندها السوجل تاعي طاب مباشره نديه للمول ما يستناش. على هذه قلت لكم لازم تكونوا موجودين السنيوه تاعكم ولا لي مو تاع السيليكون تاعكم ولا نفرغوه مباشره. هنايا ولا راكم حابين ديروا كاش حاجه في القاع تاعو هو اللي راح يولي لنا الوجه. دونك ولا راكم حابين ديروا حاجه تاع ديكوراسيون ولا ديروها في قاع تاع السنيوه تاعكم. نخبطوه مليح ونخليوه يريح في الكوزينه. سا ديبو شحال ياخذ لكم، كاين ياخذ لهم زوج سوايع، كاين ياخذ لهم نهار على حسب الطياب تاعو، ولا طيبتوه بزاف ولا طيبتوه نص نص. المهم هو طيب ما تخافوش. بون بعد ما نخليوه يريح انا ما خداليش وقت بزاف، حوالي ساعتين هداك ولا ثلاثه. رحت طليت عليه صبتو نشف ليه. هنا كي دات يدي شفتو كيفاش نشف ما عندها خلاص هو واجد. نروح ديريكتومون نديمو ليه فوق ورق زبده ولا في ماليمونتير ولا اي حاجه، يعني ديمو ليه ميم ولا كان بوطاجي تاعكم نقي ما فيها والو نديمو ليه بكل سهوله. هنا دليل على انه نجح لي الوصفه تاعي راهي ناجحه، ما يلصق لي في اليد ما والو. ونجيب سكين. هنا وريت لكم فقط العلو تاعو، ما ديروش عالي بزاف باسكو هذا تبناج ماشي شبعه. دونك ماكسيموم واحد 1 سنتيمتر ولا هذاك هو الحد تاعو. نقطعوه على الطريقه التقليديه، انا فضلت نقطعو على الطريقه التقليديه وانتم كل واحد كيف يحب. حنقطعوه مقيرطات بهذه الطريقه. شوف الطريقه باش تجيكم مقيرطات كامل كيس واحد. باش ديروا المقوطه الاولى عاودوا حطوها فوق المعجون تاعكم وقطعوه. هذا هو الكيل تاعكم، يعني ما تحتاجوا لام ولا والو، مباشرة تقطعوه بهذه الطريقة وديكوريوه على الطريقة التقليدية ولا على كما تحبوه. أنا فقط شوفوا ما يلصق لنا في اليد ما والو، دليل على نجاح هذه الوصفة. هنا بعد ما كملنا زينتو على الطريقة التقليدية بعقيقشة كما كانوا الناس زمان يديروه، ولا بالجوز ولا كما حبيتو ديكوريوه. يعني معجون الله معجون القعدات معجون سهرات وجاي رمضان كما راكم تشوفوا. هذا معجون سفرجل. انا حندير لكم الوصفه تاعو الوصفه القادمه ان شاء الله نديرها لكم باش يجينا بيض ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا طري، يعني نعطيكم اسرار باش يجينا هكذا طري ما يبسناش. ولاصوص تاعو تكون ناهده خاطره ماشي يابسه بزاف ماشي لا جولي. واكيد راح نقسم لكم شويه من المعجون تاع تباسه. شوفوا كيفاش جانا الطري، جانا ما شاء الله يدوب في الفم. والبنة اكيد ما نحكي لكمش. كانت هذه الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. ولا عجبتكم ما تنساوش اللايك والاشتراك. والى اللقاء في وصفه قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.